ختاما، تعد الساحة العمومية الكور في الكاليتوسا ببرحال عنابة مكانا مفضلا للساهرين وعائلات المدينة، حيث يستمتعون بالحفلات الفنية والمشروبات والمثلجات، ويتجمعون إلى ساعات متأخرة خلال عطلات نهاية الأسبوع للاسترخاء. المزيد مع زهير الأشطب. منطقة التوسع العمراني الجديد الكاليتوسا التابعة إقليميا لبلدية برحال في ولاية عنابة تشهد حركة لا تنقطع بالليل أو النهار. فهنا في الساحة العمومية الكور الليالي الصيفية تعج دوما بالحيوية. الحمد لله، أنا في كاليتوسا عايشين أجواء عائلية روعة أخلاق. الأطفال يلعبوا، العائلات يخرجوا، الحمد لله يا ربي. أنا في الكاليتوسا نخرجوا كل ليلة، نحاوسوا نحيوا عبالنا ومع أولادنا قاعدين يلعبوا، الجو مليح كل صيف كما هكا مرتاحين والحمد لله. هنا الصلاة الصيفية في الكاليتوسا راهي توصل حتى الواحدة ساكن صباحا، فهمت، عائلات ممتازة توجد فيها كهول وشيوخ وأطفال. السهرات الفنية تبرمج كل نهاية أسبوع، وهو ما يزيد من إقبال الساهرين الذين لا ترى على ثغورهم غير الابتسام في أجواء تعبق بالوئام وتفرض الاحترام. كاليتوسا جو عائلي ما شاء الله، وناس فيه ناس طيبين محترمين، جو عائلي يعني ما عندي ما نقول لك فيه، يعني ما شاء الله. والناس مزاهيين وسهرة شعبية والحمد لله، وانا مع سهرين مع العائلات. واش راح نقول لك، رانا نتنسم مع الهواء تاع الكاليتوسا هنا في أجواء ما شاء الله، عائلات مرتاحين، أولادنا مرتاحين، نصر الله 12 الوحدة مرتاحين ما شاء الله ما شاء الله عند قهوة العجاب. لأن عدد السكان في تزايد مستمر، فالمنطقة تستحق عناية خاصة بإضافة المرافق الحيوية حتى تكون بالفعل الكاليتوسا في عنابة هي أجمل عروسة.